ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اخيرا الواحد خلص الامتحانات، والامتحانات كانت طرش. انا كداب، الامتحانات كانت زي الزفت خرا. بس خلونا نبص للجانب الايجابي، واللي هو ان معايا 10 15 يوم اعمل فيهم اللي انا عاوزه. احيه، نسيت ان في نتيجه. هو في يا جدعان أنا مش مكتوب لي راحه في البلد دي؟ بس مش مهم، سيبوكم من كل ده، نبقى نصيح بعدين. انا جاي النهارده اكلمكم عن عمنا سوبرمان، واللي التريلر بتاع الفيلم الجديد بتاعه كان نازل بقاله فتره كبيره. بس الحمد لله يعني الواحد ماشي الوقت عنده بالعكس، يعني بيرجع لورا. واللي رايي التريلر بتاعه يعني فشيخ. بس السؤال هنا بقى، ايه رايي في سوبرمان ذات نفسه؟ هتقول لي انت عبيط اكيد، يعني ايه اللي رايك في سوبرمان؟ اكيد جامد. بس احب اصدمك واقول لك انه لا، عاوزك تستنى شويه قبل ما تنزل في الكومنتات وتقول لي انت حمار وما بتفهمش. كل اللي عاوزه منك ان هو انك تسمع وجهة نظري. طب هتقول لي لو انا مش عاوز اسمعها؟ لا معلش، اسمعها، يعني اتفرج على الفيديو. قبل ما نبدأ بس، هو انا بحب سوبرمان، يعني عادة اصلا انا بفضل دي سي عن مارفل. بس ده ما يمنعش ان انا قعدت فترة من حياتي وانا صغير ان انا ما بحب السوبرمان ده اصلا. وده ان دل يدل ان انا متخلف من وانا صغير. يا اصل بالعقل كده، يعني هو في كل حاجة اي شخص يتمناها، يعني قوة جسدية، شكل الستات بتحبه، كل حاجة. واللي حرفيا بس هو ناقصه جناحات ويطير. هو بيطير فعلا، لكن هل معنى كده ان الفيديو باظ؟ لا حضرتك، اما انا جاي اعمل ايه؟ بص، هي وجهة نظر غريبة، بس انا من صغري ما بحبش الناس اللي هم اوفر باور، او بالاحرى يعني بحب ان البطل الخارق يبقى اتمرمط، اتداس على وشه بالجزمة كده. هقول لك مثلا عندك عمك باتمان اتداس على وشه بالجزمة حرفيا. هتقول لي طب ازاي اتداس على وشه بالجزمة؟ ده مشغل سوبرمان عنده اصلا. هقول لك انا مش قصدي على حياته كبني ادم، انا قصدي على حياته كباتمان. باتمان حرفيا وهو بيقاتل اعداء، حرفيا تحس ان انت مستمتع وانت بتتفرج، متحمس هو باتمان هيهزمه ازاي، لانه ساعات بيفكر طب ده يتهزم كذا، ده يتعمل كذا. لكن سوبرمان حرفيا انت بتبقى قاعد ملان، يعني انت مش مستني حاجه جديده. هو سوبرمان هيمسك الوحش يفشخه ويكسب خلاص. هو اي نعم في كام وحش سوبرمان في الاونه الاخيره يعني كان تعبان معاهم شويه، لان معاهم كريبتونايت، واقربهم يعني عمك باتمان اللي احنا بنتكلم عليه ده هو بيهزمه بسبب الكريبتونايت اصلا. وانا ما اتذكرش يعني ان انا قعدت كملت فيلم سوبرمان علشان شخصيه سوبرمان، لا انا كنت بكمل علشان الممثل ذات نفسه انا بحبه. وده كمان سبب من الاسباب اللي مخليني متحمس للفيلم الجديد، ان انا شفت الناس بتضرب سوبرمان، يعني فاهم هيبقى في تحدي جديد ان الناس مش دايما بتحب سوبرمان. هتقول لي يا اسطى انت صالم سوبرمان وباتمان معاه معداته وفلوسه وكل الحاجات الجميله دي. هقول لك طب ماشي، عندك سبايدر مان واللي كل فايت ليه بيبقى اجمد من التاني، يعني انت بتبقى قاعد كده هتقع من على الكرسي وانت بتتفرج علشان تعرف هو هيكسب ولا هيخسر. لكن سوبرمان دايما بيكسب. ده غير ان انا بشوف ان سوبرمان الناس يعني مقدرينه زياده عن اللزوم، مكبرينه يعني زياده عن اللزوم. هتقول لي يا اسطى ما لازم يقدروه، يعني واحد يقدر يدمر العالم كله برضك بيحميه. هقول لك بس ده ما يمنعش برضك ان هو بطل ممل. يعني انا فكره ان البطل يبقى كامل من كل حاجه، وسيم، بيطير، قوي، مش عارف ايه، ما بتفصلني من البطل. تاني حاجه بتغيظني في سوبرمان واللي هي اللبس، يعني حرفيا انت مش متنكر، انت مش تعبان في حاجه حرفيا. اللي هو انت لو جبت عيل صغير وحطيت قدامه سوبرمان وشخصيته الحقيقيه هيقول لك الاتنين نفس البني ادم. والنقطه دي برضك ما اقدرش الوم فيها يعني سوبرمان قوي، الوم فيها البني ادمين. البني ادمين اغبياء. وبعدين في نقطه تانية، يعني في راجل كبير عاقل يلبس الكلوت فوق البنطلون يا اسطى؟ انت حرفيا لو عندنا في مصر، يعني انت لو بتطلع ليزر من عينك وبتطير وبتاكل حديد مش هيشفع لك برضك. والنقطه برضك اللي مخلاني برضك يعني قافل من سوبرمان شويه ان هو طيب قوي، يعني دي برضك نقطه مخلاني قافل من فلاش. يعني على الرغم من اللي انت مثلا يعني تقدر تدمر اللي قدامك، بس برضك اول ما بتمسكه توديه السجن، طب ما هيرجع تاني. واللي برضك يعني باتمان هو في برضك الخصله الوسخه دي، يعني فاهم ما بيسيبوه، يقتلوهم دمروهم خلاص ما هم هيرجعوا تاني. بس الامانه يعني النقطه دي عاذرهم شويه فيها، لان حرفيا هم يعني لو قضوا على الاشرار فاكل عيشهم واقف. وبالمناسبه علشان عارف ان في ناس ممكن تكتب لي كده تحت في الكومنتات، واللي هو موضوع اللبس ومش عارف ايه، ان في نظريه بتقول فرق الشخصيه ما بين ده وده بتفرق مش عارف ايه. لكن لا، يعني هو ما فيش شخصيه بتفرق. ايه الشخصيه بتفرق يا جماعه؟ ما نفس الشكل، يعني ازاي انا لو لقيتني انا موجود واحد تاني شخصيته جبانه شويه، طب ما هو انا. وغير كده يعني في حاجات تانية بتستفزني فيه، يعني زي نقطه ضعفه. انا عارف ان في ابطال تانية في نقط ضعف اسوأ، بس يعني نقطه ضعف وحشه. اللي هو يعني اي شرير عاوز يهزم سوبرمان بيروح يجيب له حته كريبتونايت، واللي تحس ان الكريبتونايت ده بقى مع كل الناس، يعني تحسه بيتباع في المحل اللي تحت بيتهم عنده في الدرج. يعني دي مش معامله حجر جاي من الفضاء خالص، يعني ده وكاله ناسا ما عندهاش الكميه دي من الكريبتونايت. وده اللي خلى ان سوبرمان ممكن اي حد يهزمه، يعني ممكن حرامي يجيب حته كريبتونايت معاه ويخش يقلب بيته عادي. وده اظن يعني غلط من مارفل ذات نفسها، ان هم خلوا بطل خارق بالقوه دي يعني نقطه ضعف وحته حجره منوره. واللي
برضه مضايقني في سوبرمان ان هو يعني فضائي، يعني هو لو حاول حتى اي حاجه يبقى بني ادم هو فضائي برضه يعني، واللي تحس ان هو مهما عمل يبقى بني ادم او حاول يعني فاهم ملوش امان برضه. زي المره اللي كان بيقاتل فيها الافنجرز لما كان يعني ذاكرته فاقدها او يعني حد مسيطر عليه، مش فاكر الصراحه. بس اللي انا عاوز اوصل له ان هو يعني لو تحول للشرير فمحدش عارفين هيقدر عليه. وفي برضك حاجه تانية مخلاني قافل من سوبرمان، او يعني تقريبا هو مش غلطه قوي، ان في شخصيات كتير قدرت تهزم سوبرمان، ولكن يعني برضك لسه بحب سوبرمان. يعني انا مش بكرهه ولا بحبه، بس في شويه الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي. وبس هو ده الفيديو. انا عارف ان الفيديو قصير شويه، بس اعذروني لسه طالع من امتحانات. بس ان شاء الله الفيديوهات الجايه يعني تكون اطول شويه، واكتبوا لي انتوا عاوزين ايه تحت في الكومنتات. ولو ما اتفرجتوش على الفيديو اللي قبل ده حلو يعني روحوا اتفرجوا عليه. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، والسلام.